يا مساء الفل والحلويات. انا مش عارفه انتوا سامعيني كويس ولا لا. بصراحه بسجل الصوت وسط الدوشه، بس مش لاقي مكان خالص اسجل الصوت فيه. كنت ناويه برضو ان انا اتكلم على الفيديو وكده، بس ما حصلش نصيب لان الصوت العالي وصوت موسيقى واغاني وانتوا فاهمين بقى. طبعا كنت قايله لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان انا مسافره سفريه حلوه ولذيذه كده. فانا رحت الغردقه. ماشي. آه في انا في فندق تشينجن الدو. فندق حلو قوي بصراحه يا جماعه، تحفه. هي الغردقه مدينه صغيره ما فيهاش حاجات كتير يعني. هي مشتى طبعا، لان الجو نار، وانا يعني كنت عارفه انها حر، لان انا عارفه ان البلاد دي شرم والغردقه يعني في المشاتي معروفه يعني. وانا رحت شرم قبل كده والاقصر واسوان، وكنت جايبه لبس معقول، بس كانت الدنيا يعني ساقعة برضو. دلوقتي بقى الحمد لله لقيت الدنيا نار، وانا حتى مش جايبة ليا ولا لابني الصغير لبس خفيف قوي. جايبة لبس تقيل، ومش عارفة يعني. الحمد لله. كنتش عارفة ان الدنيا حر. نار بجد، نار والله يا جماعة، مش مستاهلة ابدا لبس شتوي يعني جوزي وابني كانوا نازلين بنص كم امبارح، والدنيا زي الفل، والحمد لله. هعمل ايه طيب؟ انا بس حبيت اوريكم المكان في الاول كده. مكان طبعا حلو قوي. آه انا هبني الكلام حتى ما قلتلكوش يعني. احنا هنا جوه الفندق بقى، الممرات بالليل. طبعا هصور لكم الصبح، بس كنت مهدوده من السفر. كان يوم صعب امبارح، ما صورتش حاجه. صورت بالليل بس لما فقت شويه كده. بس طبعا هو مش باين، الدنيا مظلمه، او انا شايفاها مظلمه لاني بسجل صوت وانا قاعده في البلكونه وسط صوت العصافير زي ما انتم شايفين كده. انا مش عارفه حتى الصوت هيطلع لكم شكله ايه والله. آه هو بالظبط شبه شرم يعني. ما اعرفش، انا بحس ان الفنادق هنا كلها شبه بعضها. جميله. امبارح برضو هوريكم دلوقتي يعني. رحنا الممشى السياحي اللي هو الالدو، اللي هو المشهور اللي قدام الفنادق يعني. ما عجبنيش قوي، مش ده اللي انا عايزاه، مش ده اللي انا يعني احب اتمشى فيه وكده. فسالنا وكده لقينا فيه سوق تاني. برضو مارينا، وبعدين في شارع اسمه شيراتون، ومتفرع منه شارع اسمه شيري. لسه ما رحتش الشيري ده لان انا كنت بموت يعني. رحت المارينا، هوريها لكم دلوقتي. ورحت وشوفنا كده شارع شيراتون من بعيد. شارع شيراتون واضح ان هو في حاجات كتير، واضح ان هو في يعني محلات زي اللي انا بحبها، وبازارات وحاجات كده، عشان لو حابين نجيب كادوهات، لو حابين نجيب قهوة. اسم الفندق تمام. اسم الفندق اللي انا مش عارفه اقوله. اوكي. هنا بقى رحنا اللي هو الممر السياحي اللي انا بقول لكم عليه. جميل وظريف، بس الدنيا هاديه بزياده، فما عجبنيش قوي. بيقولوا في شارع يعني عكس الاتجاه ده. يعني انا مشيت كده، انا ماشيه كده لقدام مثلا. لو مشيت لورا في شارع اسمه القوصر، بيقولوا ده اشهر شارع في الغردقه برضو، ارقى شارع في الغردقه يعني بقى. لو حابين، هنا برضو كان في ناس راكبين عجل، وابني كان جايب سكيت بس ما نزلش بيه، هينزل بيه النهارده. فاهمين. بس انا حابه ما اعرفش، حبيت انا بحب اللمه يعني. انا جايه اتفسح. لما بنروح مثلا خليج نعمه في شرم، بنروح الاسواق دي بتبقى يعني بحس زحمه، بحس ناس كده. هنا لقيت رقيه زياده عن اللازم يا جماعه، وانا ماليش في الكلام ده. انا عايزه اماكن كده ايه، مش بقول شعبيه ولا حاجه، بس تكون اللي هي الاسواق اللي فيها بازارات وحاجات كده، وبرضه السعر في الحنين يعني. فاهمين. هنا مثلا اي انتيكه او حاجه طالعه من 2000 وطالع، بس بصراحه تستاهل يعني. حاجه نحاس وحاجه خان الخليلي على ابوه بقى، ومعموله شغل جامد جامد فاخر من الاخر يعني. بصوا انا هفرجكم قطعه قطعه بقى في البلد، اي حته هروحها هفرجكم عليها، فخليكم كويسين بقى، وما تنسونيش في اللايك بقى والشير والحاجات دي بقى. واللي مش مشترك في القناه يشترك بقى.
انا نفسي بس الصوت بتاعي يكون قوي، لان انا والله مش عارفه صوتي قوي ولا لا، ونسيت الميكروفون. ما جبتوش معايا، وزي ما انتم شايفين كده يعني مش عايزه اقول لكم الدنيا هوا وهيصه الاجانب مهيصين قوي يا جماعه. ما علينا. اللي بيروح الاماكن دي كتير عارف ان هو بيلاقي الدنيا يعني. مارينا برضو بحس ان في ناس كتير شبهنا، يعني كلنا بقى بوركيني بقى ومظبطين مع بعضينا. يعني طبعا بيبقى فيه بكيني وكل حاجه، بس مع المصري مصري يا جماعه، المصري مصري برضه. لكن هنا في حاجات جميله. هنا كنت انا، بص عشان انا نسيت، احنا في المارينا. انا اصل انا بص المناظر وبتكلم في حوارات تانية. هنا في المارينا كنت بصور ابني بقى وابني التاني، الاتنين بيلعبوا كل واحد فيهم، يعني مفيش العاب كتير اساسا، كل واحد فيهم خد لعبه كده قعد يلعبها. اسعار هنا معقوله، يعني زي مارينا تقريبا يعني. التأجير هنا زي مارينا تقريبا، يعني الاسعار ما هو كده كده مش معقوله، بس الاسعار يعني في اللذيذ، يعني مش حاجه مكهربه قوي. هنا منطقه كافيهات كلها، بص هم مظبطين الكافيهات وعاملينها باشكال لذيذه قوي، مش شكل عيش الغراب ده، في اشكال ألذ كمان. بس بقولك كنت مفيصه، يعني كنت جايبه اخري خالص. آه روحت فعلا الفندق، نمت بقى، نمت خاخ يعني، خدت لي صورتين هنا كده وخلاص بقى. طبعا حاجه واو، حاجه جميله. يعني جوزي بيفكر يركب مركب وكده، واخويا كان جاي هنا وعارف ناس وكده، قلت له مين يا عم الحاج، انت عارف ان انا ست نكديه اصيله، ماليش في الكلام الفارغ ده. لا بخاف ومش عايزه اخش في عمق البحر وحاجات كده، لا ماليش في الكلام ده طبعا، وهموت واعمل دايفنج، بس ماليش في الكلام ده. مش عارفه اقول لكم ايه، انا جوزي مستحملني ازاي يا جدعان، مش عارفه والله. بص المكان برضو كبير جدا، مشينا لاخر وكده. ما لقيتش فيه محلات، هو كافيهات وحاجات كده، فما لقيتش يعني. مش جوي يا جدعان، هي شبه برضو شبه مارينا 4 شوية، ممكن نقول علشان السفن دي والمراكب وكده، يبقى شبه بورتو. بس انا بقى انا في مارينا وكده بحب مارينا 2، العشق يا جدعان، العشق مارينا 2 بالسوق بتاعها. هو انا عموما اي مكان بحب اروحه، بحب اروح. هنا كنت بقول لجوزي ما تمسك لي القناه وتمولها لي يا حاج. قال لي ايوه، بعد كده تقولي لي ايه دي قناتي ومالكش فيها كده. مش عارفه عارف منين الراجل ده. المهم يعني، انا بحب الاسواق، بحب يعني هو انا بالنسبه لي اي فسحه وكده، ممكن الناس يعني نتفسح في الاماكن اللي فيها فسح ميه. المطعم طبعا بهتم بالمطعم جدا في الفندق عشان تبقوا فاهمين. و يعني الفسح برضو، بس مش فسح هبله يعني، مش عايزه اتمشى مثلا، مش عايزه